السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الوصفه سهله اعتمدوها في السحور ان شاء الله. هنايا عندي الباريزيان، غادي نقطعوه هكا الى دوائر يكونوا رقاق ما يكونوش غلاظ. هذه فرصه حتى الا بقى لكم مثلا الخبز هكا من الفطور بلاص ما يضيع ممكن تستعملوه بهذه الطريقه. هنا عندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي 3 البيضات، غادي نطربهم مزيان، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نزيد الزعتر كذلك. صافي وغادي نخلط مزيان. هذا الخليط هو اللي غادي نسقيو به ان شاء الله هذاك الخبز ديالنا. هنايا غادي نستفو. هذه الوصفه كتجي زوينه بزاف وسهله، وكما قلت لكم حتى الخبز هكا ما يضيعش لكم الا بات عندكم ولا ديال اولا هكا ديال الفطور، ممكن ديروها في العشاء ولا في السحور. وكما قلت لكم ما ديروش هاد الطراف يكونوا عراض بزاف. صافي غادي نسقيه بداك الخليط ديال البيض والزعتر والملحه والابزار. المهم هنا سقيته مزيان بواحد 3 المغارف ديال الخليط. صافي هنا غادي نزيد شويه ديال الفرماج. صافي غادي ندير الطبقه الثانيه. هنا كما كتشوفوا الطبقه الثانيه ما غاديش نفسقوا بزاف، ما غاديش باش ما يجيناش رطب فوق القياس. هنا كنغطسو غير شي شويه وصافي وكنستفو بنفس الشكل. وهنا غادي نزيد عليه شويه ديال صلصه الطماطم. راه ممكن تكتفيو غير بهذه الطريقه، غير بهذا سميتو ديروا على الفرماج، راه كيجي رائع جدا. ولا زدتو هذا الشيء اللي زدت راه ما شاء الله راه كتجي افضل وكتجي بنينه بزاف. هنا درت الصوص ديال البيتزا، غنزيد عليها الطون. صافي غادي نزيد عليها الفرماج، هو فرماج محكوك. وغادي نزيد شي شويه ديال الزعتر من الفوق منهم، وغادي ندخلوها الفران تكون العافيه شاعله غير من التحت. كنأكد لكم في الاول واحد 20 دقيقه كنشعلوا الفران غير من التحت باش داك الخبز التحتاني كيشرب لينا داك الخليط. هانتوما كما كتشوفوا راه ناشف ما كيبقاش فيه الماء. وعاده كنشعلوا من التحت ومن الفوق. هانتوما راه سخون هنا حرقني. هانتوما كيف كيجي رطب ولذيذ والفرماج فيه كيتجبد. وهانتوما كما كتشوفوا راه محمر من التحت. نتمنى ان الوصفه تعجبكم. مع السلامه.